تعال اقولك على المواقف اللي ممكن تقابلك وانت في سنة اولى سواقة، يعني لسه بتسوق جديد او اول مرة تنزل بالعربية لوحدك، عشان لما تقابل المواقف دي بعد كده ما تتخضش وتبقى عارف تتعامل معاها ازاي. يعني هنا مثلا لما لقيت الناس بتعدي هديت سرعتي شوية لكن ما وقفتش خالص، بس لو هم قربوا اكتر من كده في الحالة دي انا مهدي سرعتي فهقدر اقف بشكل سهل. هنا بقى لقيت الميكروباص بيطلع على الحارة اللي انا فيها وبيرمي عليا شوية، فبدأت اهدي السرعة، زائد ان العربية اللي على شمالي برضه رمت سنة فهديت سرعتي. وطبعا لازم تكون شايف الموقف ده من بعيد عشان ما تتفاجئش وتلاقي نفسك بتقف مرة واحدة او بتدوس فرامل بشكل مفاجئ وعنيف. بص بقى هنا انا لاحظت ان هو بدأ ياخد يمين شوية، فاستنتجت ان هو هيقف، فبدأت انا اهدي واخد سنة شمال واخرج منه على طول، طبعا بعد ما لمحت المراية. هنا بقى انا ماشي ولقيت العربيات اللي قدامي اتجمعت قدامي بالمنظر ده، زائد ان اللي قدامي لمبة الستوب عنده نورت، فطبعا بدأت اهدي سرعتي وامشي بسرعة متناغمة معاه. كل ما هو يهدي فانا اهدي اكتر، بس قررت ان اطلع منه لان يميني فاضي، فلمحت المراية وخرجت منه على طول. هنا العربية الميكروباص ديت برضو هتعمل نفس الموضوع وهيبدأ يقف، انا لاحظت ان هو هيقف عشان يركب او ينزل حد، فلمحت المراية وخرجت من شماله. طبعا لازم اهدي سرعتي قبل ما اعمل كده عشان لو لقيت حد على شمالي هضطر ان انا اقف. وهنا طبعا لقيت الطريق وقف والاتوبيس اللي قدام وقف، فبدأت اهدي السرعة لحد ما وقفت تماما. لو تلاحظ ان انا شايف الاكسدام بتاع العربية اللي قدامي، وده اخر حاجة مسموح لك ان انت تقرب ليها. لازم تكون شايف اكسدام العربية اللي قدامك عشان ما تعرضش نفسك ان انت تخبطه. وطبعا اهم حاجة لما العربية اللي قدامك تتحرك تبدأ تتحرك عشان ما تلاقيش اللي وراك عمال يزمر لك ويوترك. هنا طبعا لقيت يميني فاضي، فبدأت اخد سنة سنة يمين واخرج في اليمين، فهو طبعا رمى عليا، اضطريت ان انا اقف خلاص تماما. طبعا الولد ده بعيد بس هو قلق شوية، وانا طبعا عارف ان انا هقف لان انا كده كده مهدي سرعتي ومقرب من الوقوف. لما تلاقي حد بيرمي عليك بالشكل ده وخصوصا الاتوبيسات لازم تقف تماما لانه ممكن يخبطك بجنب العربية. طبعا انا ماشي برضو بسرعة مناسبة للطريق ومهدي سرعتي لان انا معرض للوقوف في اي لحظة، الطريق مش ماشي كويس قدامي. هنا التوك توك بدأ يرمي عليا اهو، فخلاص وقفت او هديت سرعتي يعني وسبته يعدي، لان طبعا ده مش هيقف هيفضل مكمل. ده بيحاول يرمي عليا، خلاص هو رمى كتير فاضطريت ان انا اقف، زائد الميكروباص رمى عليا من الشمال برضو. عادي يا جماعة هتقف عشان خاطر ما تعرضش نفسك للخطر، انت مش تعرف تتصرف في المواقف دي. أأمن حاجة ان انت تهدي سرعتك خالص وتقف. طبعا أنا بحاول اخرج من التوك توك بس بأمن شمالي الاول، بلمح المراية الاول. وهنا برضو عمال يرمي عليا، هو تقريبا مستقصدني. نفس القصة برضو مع الأتوبيس، لقيته رمى عليا فهديت سرعتي شوية، ما تضمنش ممكن يفضل يرمي ويكمل، فأأمن حاجة تهدي سرعتك، لو هتقف خالص وقف. بص بقى بتاع الموتوسيكل بيقطع الطريق مرة واحدة، لازم تكون شايف كل ده من بعيد، لازم تلمح طريقك من بعيد. هنا خلاص ستوب لأن الأتوبيس قطع بالعرض خلاص، لو أنا قربت أكتر من كده هيخبطني وهو بيلف بجنب العربية بتاعته. دلوقتي طبعا أخرج من شماله. زود سرعتك بقى، لازم تزود سرعتك هنا، مينفعش تفضل ماشي جنبه لانه ممكن يرمي عليك وانت بالنسبة له هتبقى نقطة عامية مش شايفك خالص. فلما تكون في موقف زي ده تزود سرعتك وتطلع منه على طول. طبعا هديت هنا لان اللي قدامي برضو ايه هدى، انا شفت إن لمبة الستوب نورت، بدأت اهدي سرعتي معاه. كل ما يهدي بهدي لحد ما هو وقف خالص عشان المطب او هدى للمطب، فانا برضو هديت عشان المطب. بعد كده بتكمل، لازم تبدأ تزيد بنزين عشان خاطر برضو ايه ما تضايقش اللي وراك. بص ده بقى بيرمي عليا، فانا زمرت له ورحت خارج على طول. طبعا ده تقاطع، لازم تهدي سرعتك خالص، تدخل كده تأمن شمال، تأمن اليمين آسف لأن العربيات جاية من اليمين. تبدأ تدخل واحدة واحدة كده لحد ما تعدي التقاطع. انت لو دخلت بسرعة مش تدي نفسك فرصة ان انت تبص على يمينك او تأمن الطريق.